شيخنا معنا عباس من البحرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. أرجو أن تعطيني فرصة ولا تقاطعني كالمرة الأخيرة. إن أطلت سأقاطعك. طيب لا بأس. أنا الجمري من البحرين هذه المرة. تفضل عباس الجمري. تفضل يا جمري. واقعا لا أدري وأنا أستمع إلى حديث الشيخ عثمان، يعني أرى أنكم تثيرون إشكالات كثيرة ولا تجيبون عليها، يعني فقط تثير إشكالات، أما الإجابات فكلها ظنية وكلها لا قيمة علمية لها أبدا. مثلا نبدأ من الأخير، الآن تكلم عن بيوت الأمهات المؤمنين ثم قال لا تورث. طيب إذا كانت لا تورث فبأي حق يدفن فيها أبو بكر وعمر؟ بأي حق يدفنان في مال المسلمين إذا كانت عائشة ليس لها الحق أن يبقى إليها أو إلى ورثتها؟ ففي أي حق يكون إلى عمر وأبي بكر؟ هذا واحد. ثانيا تكلم الشيخ عثمان عن أمير المؤمنين وقال أنه لم يسجد لصنم لأنه كان في بيت الرسول، وثم أراد أن يوهن من هذه المنقبة فقال كل صغار الصحابة لم يسجدوا لصنم، الحسن والحسين أين أيضا لم أسجد لصنم؟ إذن عباس الجمري كرم الله وجهه أيضا. ما هذا الكلام؟ يعني لماذا تبخس أمير المؤمنين حقه حتى في المناقب الثابتة عند أهل السنة؟ على أي حال، قلت أيضا لم يعارض لأحد من الصحابة، ولا أدري هل قرأت قوله في الشقشقية أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسجلت دونها توبة وطويت إلى آخره. الشقشقية معروفة عند السنة والشيعة، وابن أبي الحديد يقول أنها كانت موجودة قبل أن يولد الشريف المرتضى، هذا يرد على من قال أنها من تأليف الشريف المرتضى. تكلمتم عن صدق، كان الحديث واقعا مضحك جدا، يعني بدأتم تتساءلون هل هي هبة أم هي ورث، إلى أن انتهيتم وقلتم لم تطالب بشيء فاطمة ولم تغضب فاطمة ولم وحدثتم كأن القضية لم تحدث جملة وتفصيلا، وهذا حوار مضحك. ثم تكلم الشيخ عثمان عن حديث غضب فاطمة وهو في البخاري وألفاظه صريحة، ثم نسب الكلام الذي لا يريده إلى الزهري بغير دليل كالعادة. لا يوجد ولا دليل عند الشيخ عثمان أن المتكلم أو الإضافات التي لا يهواها أنها من الزهري، وحتى لو كانت من الزهري هذه عليكم وليست لكم، لأن الزهري من الثقات عندكم، فكيف ترد كلام الزهري؟ كيف ترد كلام عالم من غير دليل؟ على أي حال، أيضا ماتت وهي واجدة على أبي بكر، حديث صريح، عبارة صريحة في البخاري، ماتت فاطمة وهي غضبانة على أبي بكر، كيف تنفي هذه العبارة بلا دليل؟ حمل فاطمة على حمار، تكلمت عن هذه القضية وقلت أن هذه إساءة إلى أمير المؤمنين وإساءة إلى الزهراء. أنت تذكر حادثة ثم تعلق عليها بالهوى وتقول إساءة. لماذا إساءة؟ هذه بضعة الرسول التي قال عنها الرسول يغضب لغضبها ويرضى لرضاها وغضبه من غضب الله، فأراد أمير المؤمنين أن يحجهم بأن فاطمة تقف إلى جانبه وتسنده، فكيف تكون هذه إساءة؟ تكلمت عن الوراثة، والقرآن صريح في آيتين في وراثة الأنبياء وورث سليمان داود، قلتم هذه وراثة العلم، لا بأس. آية أخرى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يقول الطبري أجمع المفسرون أو جمهور المفسرين على أن الوراثة وراثة المال ليست العلم. أنت تخطئ فاطمة، تخطئ مفسريكم حتى تنتصر فقط إلى مذهبك بلا دليل. أنت تثير واقع. أخي عباس، نعم، يعني قل ما شئت ولكن في حدود الكلام العلمي، يعني لا تهاجم. نعم يعني ضع إصدار الأحكام، لا تصدر حكما. طيب لن أصدر حكما. نعم. طيب أسأل سؤال آخر، نحن الرافضة نستخدم التقية، أنت شيخ عثمان لا تستخدم التقية. طيب هل لك أن تخبرني وتثبت لجميع الرافضة أنك لا تستخدم التقية وتقول ما هو رأيك في حالق اللحية، ما هو رأيك في المقدم أمامك الآن، هل هو فاسق لأنه حالق للحية؟ اثبت لنا أنك لا تستخدم التقية.
تفضل. هذه واحدة. أيضا هجوم الدار هل يدل على محبة للمؤمنين؟ عباس انتهى الوقت وليس من حقك أن تفسق أحدا، وأنا قلت هذا تمر على الهواء إن مقدم البرنامج ليس حجة على السنة، فلا تقم دليلا ولا حجة بي. أنا مقصر فلا تجعلني دليلا ولا حجة على السنة. بارك الله فيك يا شيخنا.